السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين أن جمعنا في هذه البلاد المباركة بأهلها وسكناها وبما سكنها من أنبياء وصالحين، والتي هي لها المشهد الكبير في آخر الزمان، حيث ينزل في هذه البلاد سيدنا عيسى بن مريم ليخلص البشرية من بلاء اليهود بعد قتل المسيح الدجال. فالحمد لله رب العالمين الذي أسكنكم في هذه البلاد وثبتكم وقت فتنة هذه البلاد، وكان كل المسلمون يدعون لهذه البلاد وما زلنا، والحمد لله الذي أعانكم على أن مرت بكم هذه الخطوب وثبتتم في بلادكم ودياركم الحبيبة ببركة حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأوليائه الصالحين. والسلام لسيدي محي الدين صاحب هذه الحضرة المباركة، وما زالت أنفاسه العطرة تجول في هواء هذه البلاد، لأن نعلم أن كل ما قيل من كلام ونفس من الأنفاس يظل يسبح حتى يسمعنا الله ما كنا نقول يوم القيامة. كل مسجل، لا شيء يضيع، فكل ما قيل في هذه البلاد على ألسنة الأنبياء والصالحين ومن سكنها وزارها الأولياء ما زلنا نتنفسه في عبق هذا الهواء. فالحمد لله الذي علق قلوبنا بهم بالرغم أننا لسنا في عصرهم، لتعلم أن الأرواح لا تعلم الفراق الذي يكون بسبب المكان أو الزمان، لأن تعارف الأرواح قديما يوم ألست بربكم فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. فأنت قد تقابل إنسان لأول مرة لكن تشعر أنك تعرفه قديما، حتى أنك أحيانا تزور بعض الأولياء الذين ماتوا من سنين تشعر بألفة قد لا تجدها مع من تعيش معهم، دليل على أن هذه الأرواح تآلفت وتعارفت في أزمنة سحيقة. فالحمد لله الذي جعلنا نشعر بهذا، وكثير من الناس محبوبة عن هذه المعاني الروحانية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يدبر الأمر يفصل الآيات سبحانه وتعالى، إليه الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كلنا يعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولد بمكة عام الفيل، تحديدا بعد 50 يوم من حادثة الفيل، وعاش في مكة فترة 53 عاما، 40 عاما قبل ظهور نبوته لا قبل بدء نبوته، فإن نبوته ظهرت وكانت باطنة في الأكوان في سن 40. ولذلك يجب علينا أن نصحح اعتقاد أطفالنا وسائر المسلمين، لأنك إذا سألت كثير من المسلمين متى بدأت نبوة النبي يقول لك في سن 40، هذا خطأ. النبي نبي في عالم الأرواح، وآدم منجدل في طينته، بل قبل خلق سائر المخلوقات، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه. فلما أراد الله أن يكون له ظهور في كون بمقتضى صفاته الكامنة، والذي كانت هذه اللحظة يسميها العلماء العماء، حيث كان الله ولم يكن شيئا معه،
لما أراد ذلك خلق نورا وجعله رحمة، وتجلى على هذه الرحمة بالقرآن حال روحانيته وحقيقته، بدليل ما في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه الآية التي في سورة النمل كلنا يقرأها، ونعلم أن سيدنا محمد الإنسان المحمدي تلقى القرآن بواسطة الوحي سيدنا جبريل. إذن هذه الآية لا تخاطب الشخص المحمدي، لأنه قالت من لدن حكيم عليم بغير واسطة. إذن تم نزول القرآن كاملا مرة واحدة على هذه الروحانية، فثبتت النبوة. والنبوة تعلقها بالروحانية لا بالجسدية، والأرواح خلقت قبل الأجساد، ولذا كان صلى الله عليه وسلم هو أول الناس خلقا وآخرهم بعثا. يقول عن نفسه: جعلني فاتحا وخاتما. فاتحا للخلق لكونه رحمة للعالمين، وفاتحا للنبوات بدليل قوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وخاتما في عالم الظهور فختم به الرسالات فلا نبي بعده، فاجتمعت فيه الأولية والآخرية، واجتمع فيه البدء والختام، فكان حسن البدء بادرة على حسن الختام، لأنه إذا أشرقت بدايتك أنارت نهايتك. فالحمد لله الذي عرفنا بذلك. ولذلك نقول أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت ولم تبدأ، ظهرت في عالم الدنيا عالم البشر في سن 40، لكن هو نبي قبل ذلك، نبي قبل أن تحمل به أمه. ولذلك غابت هذه الحقائق عن كثير من مسلمي هذا العصر للأسف، بسبب التغييب المراد بفصل هذه الأمة عن نبيها، حتى إذا انفصلت عن نبيها انفصلت عن مرجعيته. فلما فصلونا عن نبينا فصلونا أيضا حتى عن مرجعيتنا من حيث العقيدة، فطعنوا في الأشعرية والماتريدية، ثم أرادوا أيضا أن يفصلونا عن مرجعيتنا في العبادات، فأرادوا ألا مذهبية. فهذا كله من فتن الدجال حتى يكون مسلم بلا مرجعية. فإذا كان مسلم بلا مرجعية في زمن كله فتن ونبيه مات وانتهى، ولا يجوز شد الرحال إلى زيارته، بل تشد الرحال للجدران، ولا تشد الرحال لساكن هذه الجدران. وهذا كله نعيشه وما زال يتردد على منابر المسلمين وموجود في مطبوعات المسلمين، حتى يحول بين هذه الأمة وبين نبيه. ولذا وجب علينا أن نعود مرة أخرى لنعرف هذا النبي الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حيثيتان: حيثية من حيث روحانيته، وحيثية من حيث بشريته. ولذلك كثير من الناس تنسى الحيثية الروحانية، فيتعجب عندما يسمع المؤذن يصلي على النبي، وكذلك المداحين ويقول يا أول خلق الله، يعترض. والعجيب أنه يعترض ويجيب إجابة كلها جهل. يقول لك أول خلق الله آدم مش أول خلق الله، كان قبل كده كان مخلوق الجن، وقبل كده مخلوق الملائكة. أول خلق الله من حيث الروحانية، أيوة هو أول خلق الله من حيث الروحانية، لكن لأنه غابت عنه روحانية النبي، فإذا قيل سيدنا محمد تنطبع في صورته فقط الشخص المحمدي الذي عاش 63 سنة فقط، إذن رسوله رسالته 63 سنة بس فقط. تصور أن كثير من المسلمين يظنون ذلك. لا، رسالة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرحمة، وشوف لو نفهم اللغة تتحل المشاكل. أرسلناك، والإرسال دليل إيه؟ تدافع المدد. يقول لك انقطع الإرسال واستمر الإرسال، فكلمة الإرسال معناه المدد مستمر من كلمة إرسال بس. وما أرسلناك، إذن
المدد الروحاني للأكوان مستمر، نبضات في كل لحظة، ولذا يقول إنما أنا قاسم والله يعطي. فإذا كان أرسله رحمة للعالمين وكان هو سبب ظهور العوالم، يبقى ما زال هو الذي يمد العوالم. حيث بطنت أحمديته كان يمد العوالم، وحيث ظهرت حتى محمديته في صورته البشرية هو الذي كان يمد هذه الصورة البشرية كما يمد سائر الصور. ولذلك قالوا يعني لما قال لهم صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن إلا أن يتغمده الله برحمته، قالوا حتى أنت يا رسول الله، أي بالصورة البشرية الإنسان المحمدي، قال حتى أنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له حيثية بشرية شخصية مقيدة، صورة مقيدة، وله صورتين حقيقة روحانية وسعت الأكوان، بحيث أنها لو غابت عن الكون عاد عدم كما كان. وبالتالي هذه الحيثية غابت عن كثير من مسلمي هذا العصر، فلما غابت ظن أن النبي جاء فترة زمنية ثم مات، فانقطعت بعد ذلك علاقته به، وصارت علاقته بالله هو عمل وعبادته فقط، فصارت عبادة بلا روح، لأن المدد الروحاني هو الذي يجعل عبادتك لها روح، بحيث أنك تشعر أن فيكم رسول الله. فرق كبير بين من يشعر أن حركاته وسكناته وما به من أمداد وعطاءات إلهية كلها بواسطة هذا النبي. فإذا إذا شعر ذلك وعاش ذلك لا يغيب عنه النبي لحظة، كما كان يقول كثير من الأولياء: لو غاب عني النبي لحظة ما عددت نفسي مسلما. يعني لو غاب عني شعوري أن كل شيء بهذه الروحانية منوط في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط. لو غاب عنه هذه المعاني ما عد نفسه مسلم، ضاع في الأكوان. وبالتالي هم ضيعونا لما قطعوا علاقتنا بهذه المعاني، وإحنا بنعاني من هذا للأسف. كل واحد يقرأ قرآن يطلع منه معاني بالوحده، ملوش مرجعية، فأصبح مرجعيته عقل وهواه. لكن لو كلنا رجعنا للمرجعية الأصلية التي نستمد منها الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لاتحدنا وأخاف منا أعدائنا، لكن هم نالوا منا بقطعنا عن سبب قوتنا ووحدتنا، وهو الالتفاف حول هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا وجب التنبيه أن هناك حيثيات في القرآن وخطاب للقرآن يختلف باختلاف الحيثية. ففي القرآن أحيانا يخاطب النبي ويقصد به روحه، وأحيانا يخاطب النبي ويقصد به الإنسان المحمدي، لما يقول وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. الخطاب هنا للنبي، لأن ما كانش في عصرهم، سيدنا محمد ما كانش في عصرهم، كويس. لكن لما يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، إذن هو كان شاهد، لكن ليس حاضرا بصورته البشرية. فإذا له اعتبار شهود روحاني، وله اعتبار وجود جسماني بشري. فأحيانا يأتي الخطاب بهذه الصورة، أما يقول مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، العلماء يقولوا ألم ترى يعني ألم تعلم. فما ربنا كان ممكن يقول ألم تعلم، ليه ألم ترى؟ يوم العلماء يقول لك يعني يقصد أنك يعني إذا أعلمتك يكون متحقق كأنك رأيته. ده كلام العلماء، لكن كلام الأولياء ما يقولوش كده، يقولوا ألم ترى أي بشهود عين روحانيتك حيث كنت شاهدا، لأنه شاهد على كل شيء. هو كيف يقول الله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والآية دي كلنا بنقراها. فكيف يشهد الغائب؟ لابد أن يكون حاضر في كل الأمم وحاضر في كل العصور حتى يشهد على كل ذلك، لأن لا يكون شاهد إلا إذا شاهد، يعني حضر. فإياك أن تشهد على ما لم تحضر، ولا احنا نقول شاهد ما شافش حاجة زي المسرحية؟ لا، ده شاهد وشاف كل حاجة. وعلشان كده يجب ان انت تفهم ان لما بيقول
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك. الكاف هنا مش لسيدنا محمد البشر، الكاف هنا لإيه؟ وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، اللي هي للروحانية لأصله. يبقى أحيانا في الخطاب في القرآن يخاطب به الروحانية، زي ما يقول له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. احنا عارفين ان الإنسان المحمدي تلقاه عن طريق سيدنا جبريل، مش كده برضو؟ يبقى هنا الخطاب ده مش لسيدنا محمد البشر، يبقى سيدنا محمد له اعتبار آخر باعتبار الروحانية. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم باعتبار حقيقته. وعشان كده يقول إيه؟ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت يعني كان له كون موجود، وبالتالي لازم نعرف ان ايه خطابات الله سبحانه وتعالى لنبيه في القرآن تختلف اختلافات كثيرة حسب السياق. احيانا يخاطبه ولا يقصده، يقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. هو النبي شك؟ الخطاب ده ليه؟ لا، ده في ظاهره له لبيان واسطته في البلاغ فقط، لكن ليس هو المخاطب. يعني فإن كنت في شك يا من تشك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لأن أخباره كانت في الكتب السابقة. والنبي لما نزلت هذه الآية ليبين أن الكلام ليس موجها له قال لا أشك ولا أسأل، فالكلام مش ليا. يبقى أحيانا يخاطبه ويبقى مش هو المقصود. يقول لئن أشركت لا يحبطن عمل، والشرك مستحيل في حق أي نبي، فما بالك بنبي الأنبياء. يبقى لئن أشركت هنا أيها المشرك، أيها الإنسان المكلف. يبقى بالرغم أن الخطاب موجه للنبي لكن مش مقصود النبي، ده مقصود إيه؟ النقيض، الإنسان. وأحيانا يخاطب النبي ولا يقصد النبي أصلا، يقصد أمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هو النبي طلق حد من النساء؟ وبعدين يقول له يا أيها النبي إذا طلقتم، ولا يقول له إذا طلقت؟ يبقى هنا الخطاب يا أيها النبي أخبر أمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فيبقى الخطاب للنبي ومقصود به الأمة، مش مقصود به النبي، النبي خارج. شفت بقى مراتب الخطاب في القرآن كتيرة، عشان كده لازم تاخد بالك منها. ومن لما تعرف الحكاية دي بقى هيتضح لك علم كبير جدا في حقيقة النبي مبثوثة في آيات القرآن طول ما انت ماشي. بحيث امتى كان بيخاطبه بصفة الإنسان المحمدي، وامتى كان بيخاطبه بصفته ايه؟ ان هو الروحانية التي سبقت الأكوان. لما يقول مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الوهابية بالرغم ان هم يسيروا خلف ابن تيمية ان ما فيش مجاز في القرآن، يقول لك دي يجي في الأول المسلمين الآية دي يقول لك دي مجاز. طب ما انت بتقول ما فيش مجاز، انت بتقول ما فيش مجاز، يعني أولية من حيث ايه؟ من حيث أمته، مش أولية مطلقة. طب ما انت كونك لا تجعلها مطلقة دليل انك انت رجعت الى من الحقيقة إلى المجاز، وانت بتقول ما فيش مجاز، لأنه مش عارف يدرك ان الكلام هنا مش موجه للإنسان المحمدي، لا للروحانية المحمدية. أول المسلمين حقيقة هو أول المسلمين، لأنه أول روح خلقها الله، وأول من قال بلى يوم ألست بربكم، فهو أول المسلمين حقيقة. فيبقى هي تحمل على الحقيقة فعلا، أنا أول المسلمين. كل نبي قال وأنا من المسلمين. سيدنا نوح يقول أنا من المسلمين، كل الأنبياء يقولوا وأنا من المسلمين. محدش قال أنا أول المسلمين للنبي بس صلى الله عليه وسلم في القرآن كله. فهو أول باعتبار إيه؟ باعتبار روحانيات السابقة لسائر الأرواح، لأن كل الأرواح استمدت من هذه الروح روحانيتها، واستمدت من هذه الروح هدايتها، واستمدت من هذه الروح تجليات الربوبية كلها، اللي هو الخلق والإيجاد، وخلق فسوى قدر فهدى. دي إيه؟ تجليات الربوبية. لخصها لك في سورة إيه الأعلى اللي كلنا بنقرأ في سورة الجمعة، في صلاة الجمعة، عشان الناس ما تنساش مدد الربوبية في كل لحظة. خلق سوى قدر فهدى. الواسطة في الخلق هو النبي،
والتسوية هو النبي، فهو واسطة في ذلك كله. وعلشان كده هو مجلى الربوبية، هو مجلى الربوبية يعني مظهرها. عشان كده لما تقول يا رب العالمين، فالربوبية لها معنى باطن حيث كان الله ولم يكن شيئا معه، ولا معنى ظاهر بعدما خلق الأكوان، وهي هذه الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالربوبية تظهر في الأكوان من خلال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل مدد ربوبي يأتي الأكوان يأتي من خلال هذه الرحمة، فهو أول المسلمين من حيث هذه الحيثية. لكن في القرآن كله تلاقيه ما قالش وأنا من المسلمين إلا في آية واحدة بس، سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. لأنه لما ربط نفسه بالبلدة يبقى بيتكلم على الإنسان المحمدي. فهمت بقى؟ لما ربط البلدة يبقى بيتكلم هنا على مين؟ على الإنسان المحمدي. ما فيش تناقض. اللي مش فاهم كده يقول لك القرآن فيه تناقض، مرة يقول أول المسلمين ويقول من المسلمين. حيرتنا، هو أول المسلمين ولا من المسلمين؟ لا، القرآن لم يأتي لتحييرك يا سيدي، أنت اللي حيران لأنك أنت مش فاهم أنه له اعتباران: اعتبار من حيث روحانيته، واعتبار من حيث بشريته. فهو باعتبار روحانيته هو آدم، هو أبو الأكوان، بل هو آدم الأكوان باعتبار روحانيته، وباعتبار بشريته هو ابن آدم. وعلشان كده شوف في القرآن يدي لك إيه النموذج ده، يديه لك يقول لك لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، يبقى الكلام متعلق أهو بالشخص المحمدي. ووالد وما ولد، الله ده انطلق بعد ده، لأن الكلام كله على فكرة متعلق بالنبي. لا أقسم بهذا البلد لأن البلد اللي اتولد فيها النبي. من ضمن أسماء مكة البلدة والبلد، من ضمن لها أسماء كثيرة. وبعدين وأنت حل بهذا البلد يعني حال فيه، مقيم فيه، أو حل يعني أحلها الله لك في ساعة من النهار ولم تحل لأحد قبلك، يحتمل المعنيين. فالكلام كله متعلق بالنبي. ووالد وما ولد، ما زال الكلام متعلق بالنبي. فهمت؟ لأنه هو الوالد من حيث الروحانية، والمولود من حيث البشرية. وعلشان كده الاعتبارات دي كلها تلاقيها موجودة في القرآن وانت مش واخد بالك، قاعد بتقراها. وعشان كده القرآن له نزولان: نزول كامل مرة واحدة حال الروحانية، نزل عليه طبعة واحدة كده، كما تظهر صورتك في المرآة لحظة واحدة، في قوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. مش منجم هنا، ده القرآن كله. طب ده في مرآة روحه، تلقاه حيث لا واسطة. يبقى هو تلقى القرآن، ثبتت نبوته حال الروحانية، لأن ما فيش نبوة للنبي إلا بالقرآن. علامة نبوته القرآن، فإزاي يبقى نبي والقرآن لسه منزل؟ هينزل عليه لما فين؟ يتولد بعد قرون من ظهور البشر. يبقى الكلام هنا فيه تناقض. لكن لما تفهم المعنى ده هتلاقي ان القرآن متناسق، ما فيش تناقض. فهمت؟ وتعرف ان الاحاديث كمان متناسقة، ما فيهاش اي تناقض. فهو تلقى القرآن من لدن حكيم عليم اولا، فعبر عن هذا النزول القرآن مرة واحدة بكلمة أنزل. ونزول القرآن على قلبه منجما في حال بشريته قال نزل. يبقى أنزل ونزل. لما يقول أنزل يبقى مرة واحدة، وما يقول نزل يبقى منجما. طب ما هو جاء إيه؟ بيقول إيه؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هل تكرار؟ ما فيش تكرار. وبالحق أنزلناه على روحانيتك، وبالحق نزل منجما على قلبك حال بشريتك. فما فيش تكرار. علشان كده أنا بقول لك لما تاخد هو الذي أنزل التوراة والإنجيل، لأنه نزلوا مرة واحدة. فكلمة أنزل على حاجة تنزل مرة واحدة. لكن لما يقول نزل أو نزل يعني معناه منجم. يبقى القرآن عبر عنه أنه أنزله، ومرة عبر عنه أنه نزله. طب ما قال أنزله يقصد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ولما يقول نزله وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
يبقى يقصر على التنجيم في حال بشريته. يبقى خدت بالك ان كل ده موجود في القرآن وانت مش واخد بالك. بس لما تلاقي، لو مش فاهم انت المعاني دي هتقول ايه؟ ان في تكرار، وبالحق انزلناه وبالحق نزل. يقول لك التكرار للتوكيد. اولا التكرار علامة الافلاس، انت ما بتكرر في كلامك لانك مفلس مش عارف تجيب معنى جديد. والله سبحانه وتعالى غني والقرآن معجز، فكل كلمة فيه لها معنى. وإلا يعني لما يبقى في تكرار في كلام الإنسان العادي بنعتبر أن كلامه مش فصيح. والقرآن أعجز الخلق فصاحته. إذن كل كلمة في القرآن لها معنى جديد. ما فيش حاجة اسمها تكرار في القرآن، التكرار لضعيف اللغة. كل حاجة في القرآن لها معنى جديد. وعلشان كده زي ما قلت لك هو أول المسلمين في كل القرآن من أول لآخر، ما عدا سورة النمل من المسلمين ما فيش، لأنه هنا بيتكلم على سيدنا محمد ابن عبد الله المولود في مكة. فهمت ازاي؟ فهو من المسلمين فعلا من حيث بشريته. لكن لما يقول وأنا أول المسلمين، ده بيتكلم عليه من حيث روحانيته. يبقى ما فيش تناقض. وبعدين تيجي تقول طب ما سيدنا موسى قال وأنا أول المؤمنين. أيوة سيدنا موسى قال لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين في عدم قدرتي على رؤيتك حال بشريتي. ما قالش أول المسلمين كمان، قال أول المؤمنين. بيتكلم هنا في قضية تانية عشان ما تقولش إيه ما أنت بتقول لنا أول المؤمنين أول المسلمين النبي هو بس. طب ما سيدنا موسى كمان قال أنا أول المؤمنين. دي لها في السياق معنى تاني يخير لك. لكن النبي أول المسلمين بلا سياق بلا قيد، هو أول حقيقة. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. مش كده برضو؟ ولو أسلم من في السماوات ومن في الأرض. يبقى كله أسلم بس بعد أول المسلمين. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم له اعتبارات. الاعتبارات دي مهمة جدا، دي اللي هتحل لك المشكلة بأنك أنت تفهم أحاديث كتير في ظاهرة تعارض مع السيرة النبوية. السيرة النبوية يقول لك إن نزل عليه الوحي في سن 40، وفي الحديث يقول لك كنت نبيا وآدم منجل في طينته. طب إزاي بقى؟ لأن هنا بيتكلم على الروحانية وهنا بيتكلم على البشرية. هناك فرق كبير، فلازم نميز هذا، لأن هذا التمييز لم يوضحه كثير من أهل التفسير. حتى ما تقرأ التفسير القرآن للطبري والقرطبي وابن كثير ما نوهوش عن هذا. وعشان كده حتى لو اطلعت اللي نوه على هذا الأولياء بس، في صلوات الأولياء كلهم نوهوا عليها وقالوها، لكن قالوها في صيغ يعني مجملة، بحيث علشان تعرف تفتحها وتطلع المعاني منها محتاج تبقى قوي في اللغة، وهم أضعفونا في اللغة. وقعدوا يزنوا على المغنى النبي مات النبي مات النبي مات وأبوه وأمه في النار لحد ما الناس صدقت من كتر التكرار. لا يا سيدي النبي ما يموتش، لأن النبي رحمة والرحمة ما تموتش. إزاي يموت يعني؟ ده لو ماتت الرحمة عدنا عدم كما كنا. ده كون حياتنا دليل ان النبي ما زال حي، لان حياتنا مستمده منه، مش هو الرحمه؟ فاحنا كنا بنتكلم وبناكل وبنشرب وبنتحرك دليل ان النبي حي، لان ما فيش حي الا بالمدد من هذه الرحمه. لكن قاعدين يكرروا 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 ويجيب لك ايات وانك ميت وانهم ميتون وهو مش فاهمها غلط. ده الايه دي نازله تخفيفا عن النبي البشر اللي عانى من الناس، فبيقول له يا حبيبي مش هتقعد معاهم كتير، انت هتجيلي هنا تستريح. واخد بالك؟ ده بيريحوا مش بيسلبوا حاجه، ده بيكلموا انك يعني بصورتك البشريه ميت مش هتظل، وهم ايضا ميتون محدش هيقعد. فكأن ربنا بيخفف عليه، عشان كان يقول لا كرب على ابيك بعد اليوم. فيقوم الايات اللي نازله تخفيفا في النبي يفهمها انها
انها تنقيص في النبي، ويبقى النبي مات بنص القرآن انك ميت. ده ميت بقى معناها ايه؟ معناه صورته البشرية، لكن مش صورته، مش حقيقته الروحانية، لأن أولا الموت لا يطرأ على الروح أصلا. إذا كنا احنا جميع البشر لما بيموتوا روحهم ما زالت موجودة، مش كده برضو؟ فما بالك بقى ما بالك بروح الأرواح وسر بقائها، يبقى من باب أولى. وبالتالي علينا لما نفهم المعاني دي هتلاقي ان الايات اللي بيستعملها العيال الوهابيه اللي مش فاهمين، اللي بيسميهم براغيث المساجد عشان بيعملوا قلق، واخد بالك؟ لان هم حصروا معلوماتهم عن النبي في صورته البشريه فقط، ما يعرفوش غيره. يبقى ده ما يعرفش الا نبي عمره 23 سنه في النبوه بس، لكن احنا نعرف نبي عمره منذ قول الله كن الى الابد. فسيدنا محمد رسول الله من البدء إلى الأبد، دي الحقيقة، من البدء للأبد، لكن هو ما يعرفش الحكاية دي. وللأسف لما أذاعوها بكثرة الكلام جت أجيال عاشت واتولدت وماتت وما تعرفش نبيها بهذه المعنى الواسع، لأنه عبد الواسع، هو رسول الواسع، هو رسول الرحمة التي وسعت كل شيء، هو مظهرها ومظهرها. وعشان كده الأولياء قالوها في صلواتهم: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقت علوم آدم وتنزلت علوم آدم. وشوف إيه انفلقت الأنوار. سيدنا السيد الباري يقول: اللهم صل على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأبد الخليقة الإنسانية وأشرف الشورة الجسمانية. يبقى شوف الأولياء قايلين أهو الحقائق دي، قايلينها في وسط كلامهم، بس إحنا بنقراها ومش واخدين بالنا. أما سيدنا السيد إبراهيم الدسوقي في الصلاة الذاتية: اللهم صل على الذات المحمدية. الذات بيتكلم عن الروح أهي. اللطيفة الأحدية، ليه لطيفة؟ لأنها غير مدركة، لأنه كان نبي يمد الأنبياء وقت ظهور الأنبياء وباطنهم مدد الحبيب. سماها لطيفة عشان كده، غير مدركة في عالم الحس، وظل بهذه اللطافة أحمد في الأكوان يمد الأكوان حتى ظهرت المحمدية البشرية. ثم بعد ذلك انقضت ب63 سنة وعاد بعد ذلك إلى حالته الأولى، ما زال يمد الأكوان، ولكن صورته البشرية كانت هي 63 سنة الصورة البشرية، لكن في أي صورة ما شاء ركبك. المعاني دي مهمة نعلم ولادنا ونعلم المسلمين بيها عشان يبقى ارتباطه بالنبي مباشر. تشعر كده انك انت بتستمد النبي مباشر، مش عن طريق شيخك ولا عن طريق المعلومات اللي بتقراها من الكتاب، ده انت بتاخد من النبي على طول، تقوم تحس انك مسنود في وسط الفتن دي، وانك انت عايم في بحر الفتن، عمرك ما هتغطس ابدا وعمرك ما هتغرق ابدا طول ما انت شاعر انك انت بتستمد من الحبيب على طول. لكن هم قطعوا العلاقة دي والمعاني دي في نفوس الأجيال عشان يغرقوا في بحار الفتن، ويحس ان ما فيش حد سنده، يقوم ييأس ويتأبلس ويكفر. ما دي اللي حاصل. وعشان كده كتير من المسلمين كفروا حتى بعد ما حفظوا القرآن، كانوا حافظين القرآن ويصلوا بالناس أئمة وكفروا وماتوا كفار. ليه؟ لأنه ظن ان النبي مات خلاص، ما فهمش، بيردد قرآن بحنجرته لكن مش فاهم معانيه في قلبه. ويجي يجيب لك الآيات اللي نازلة في سورة تشريف النبي وتكريمه يستعملها كأنها تنقيص للنبي. يقول له ايه؟ ليس لك من الأمر شيء، والآية دي نازلة تخفيفا عليه، يعني ليس لك من أمر عقوبتهم شيء بعدما قتلوا عمك وأهل وشهداء أحد. النبي اهتم كيف يعاقبهم ويأخذ ثأر منهم، فلما النبي اهتم قال له ليس لك من هذا الأمر يا حبيبي شيء، اترك الأمر لي أنا. فنزل الآية دي تخفيفا عن قلبه، هو يستعملها تنقيصا في الحبيب ولمز وهمز، فتحولوا الآيات اللي نازلة لتكميل وتشريف النبي إلى آيات تدل على انتقاص النبي. يقول لك كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقف. طب وفين إلا ما شاء الله؟ وقد شاء ملكني فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ينساها.
طب ما تكمل. يقف عند زي ويل للمصلين ويقف. ليه ما بتصليش؟ اصل ربنا قال ويل للمصلين. طب ما تكمل يا ابني. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله وقد شاء ملكني، مفاتح الجنه في يدي، انا اول شافع واول مشفع. شفت بقى؟ يقرا القران بطريقه يطلع نقائص للنبي، والقران ما جاء الا بيان كمالات النبي. شفت الفرق؟ والمشكله ان هم بيقوموا بتحفيظ ابنائنا القران ويلقنوهم العقيده الفاسده وهو بيحفظه، يقوم يطلع الشاب من دول مخه اعوج، بالرغم انه حفظ القران الا ما عرفش النبي، لان هو بيحفظه القران بيلقنه نقائص. لما تحرم ما احل الله لك؟ شوف بيلومه، النبي بيحرم على نفسه حاجات ربنا لامه. ده ربنا غار عليه لانه اراد ان يتودد لزوجاته، فقال يا حبيبي هم الاولى ان يتوددوا لك. وعلشان كده الايات هنا نازله مش لوم للنبي، ده لوم للزوجات. فقد صغت قلوبكما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما، فالكلام كله لوم للزوجات. عسى ربه ان طلقكن ان يبدلها ازواجا خيرا فان الله هو مولاه وجبريل وصالح كأن ربنا غار عليه. ليه يا حبيبي تحرم على نفسك شرب العسل وانت بتحب العسل عشان ترضي زوجتك؟ لا لا لا، ده لو مش هيرضوك ويسارعوا في هواك ده انا امشيهم واجيب لك غيرهم. لدرجه ان كاد قلبهم يقف خوفا من لما نزلت الايات، فيحول الايات اللي نازله تكميل للنبي ودفاع عنه يحولها الى ايه؟ مظهر انتقاص، ان النبي يجتهد ويخطئ وان ربنا يعدل له ويصلح له. ومفيش عفى الله عنك لما اذنت لهم، يبقى كأن ربنا بيقول له انك انت ارتكبت شيء يستوجب العفو، وبيلوموا عشان اذن لهم، في حين ان عفى الله عنك لما اذنت لهم يعني اخفى عليك الحكم للاذن لهم وقد اراد الله الا يخرجوا. فاذنك يا حبيبي وافق مرادي قبل ان تعلم الحكمه لكمال توفيقك. فهمت بقى؟ لان لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل قدرا اقعدوا مع القاعدين. فاذنك وافق قدري فيهم قبل ان تعلموا لكمال توفيقك. يبقى اذن الايات اللي بياخدوها ان النبي اجتهد واخطا بيفهموها بطريقه غير حقيقتها. كل ده يؤدي الى ايه؟ ان ولادك لما بيحفظوهم القران يحفظوا القران وما يعرفش قدر النبي، يوم بعد كده لما يجي يكبر ويطلع على على اليوتيوب وعلى المواقع اللي فيها تشكيك بالنبي يكفر مسكين ويترك الصلاه بعد ما انت بذلت مجهود معه وحفظت القران، لانك انت اديته لناس تحفظوا القران وتقطعوا عن النبي. شوف خد بالك، انت عشان تبقى محافظ على دينك وتموت مسلم لابد انك انت يبقى في قلبك القرآن والنبي. لو في قلبك القرآن من غير النبي ممكن تكفر. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كيف تكفرون وانا فيكم؟ كيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله؟ شفت بقى؟ شوف لازم الشرطين دول. فانت لازم تحفظ ابنك القرآن وتعلمه كمالات النبي من القرآن، ساعتها ابنك والله يوديه بقى يعيش في بحار الكفار كلها، هيعيش مسلم ويموت مسلم، خلاص اطمأنيت عليه. لكن احنا للأسف مدارس تحفيظ القرآن على مدى 100 سنة الماضية كان القائم عليها مين؟ أصحاب العقائد الفاسدة. واحنا مساكين عايزين نحفظ ولادنا القرآن بنديها لهم، يوم يعوج الولد وعقيدته وهو بيحفظ القرآن، يجي الولد يوصل 16 سنة 17 سنة كل ما يكرر القرآن يثبت عقيدته الفاسدة. ليه؟ لأنه هو علمه كده. يجي في سورة الملك مثلا أأمنتم من في السماء أن يخسف، يبقى ربنا فين يا ولد؟ في السماء يا ولد. الله، ده كده خلى ربنا متصور أنه محصور في السماء وحل في خلقه، ويفضل الولد المسكين يقعد يكرر الآية دي ويصلي بيها وتثبت العقيدة دي في ذهنه ويصير يعبد إله متصور في ذهنه. يبقى أفسدوا ولا ما أفسدوش؟ أفسدوا. لكن أنا لما أخلي ابني ما يحفظش القرآن عند دول ويعيش طول عمره إيمان عوام أحسن. إيمان العوام ما عندهمش الشكوك دي، لكن هو بيقعد يلقنوا الشكوك في قلبه ويعتبرها لأن دي عقيدة المسلم. شفت بقى؟ في حين وآمنتم من في السماء وعده، من في السماء جنده،
من في السماء قدره، يعني في مقدر محذوف، لأن يستحيل أن في باعتبارها ظرف أن تتعلق بالذات الإلهية، لأن الذات الإلهية ليست مظروفا، لأن الظرف إما ظرف زمان أو مكان، يعني دخل في الزمان والمكان، والله لا يدخل في زمان ولا مكان لأنه كان قبل الزمان والمكان. يبقى ما يقول آمنتم من في السماء لا يقصد ذات الله، أثر صفاته، فهمت؟ لأن يستحيل أن تكون الذات فيه يعبر عنها فيه. كل ده لازم نفهمه ونفهمه لأولادنا عشان لما يكرر الآيات دي يزداد إيمان، مش لما يكرر الآيات دي يزداد رسوخ في الكفر. لأن اللي يقول إن ربنا حل في كونه يبقى زي بالظبط المسيحيين اللي قالوا إن ربنا حل في عيسى ابن مريم، اللي يقول ربنا في السماء والتاني يقول ربنا في عيسى. طب ما عيسى مخلوق والسماء مخلوقة، إيه الفرق؟ شفت خطورة إن هم حفظوا أولادنا القرآن وأفسدوا عقائدهم، وبعدين بعد كده مساكين حتى يعني عاطفتهم استغلوها بأن هم يفجروا نفسهم في وسط المسلمين ويقتلوا المسلمين بالمسلمين وهم حافظين القرآن، لأن حفظ القرآن غلط وما يعرفوش النبي فيه وما خدوش الرحمة من القرآن، خدوا فقط المعاني التي تدل على الضلال. وعلشان كده وجب علينا في هذا الزمان يا أهل الخير إن نعمل مراكز تحفيظ قرآن لمحفظين عقيدتهم سليمة، دي لابد. يعني اوعى تفتح مركز تحفيظ قرآن وتجيب أي واحد يحفظ إلا لما يكون مختبر عقيدته في النبي سليمة، عقيدته في الأولياء سليمة، عقيدته في المسلمين سليمة، مش يكفر المسلمين وبيعتبر إن النبي مات وأبوه في النار وإن التوسل بيه شرك وإن الأولياء الصلاة في المساجد اللي فيها الأولياء شرك وإن ما فيش حاجة اسمها أولية كلنا كده سواء. دي عقيدة فاسدة هتهدي لهذا الإنسان ابنك يحفظه القرآن واخد بقى هيفسر عقيدته. فوجب علينا في كل مكان في كل حي نعمل مراكز تحفيظ قرآن القائم عليها ناس سليم العقيدة محبة للنبي، تعرف النبي باعتبار روحانيته وتعرف النبي باعتبار بشريته وتعرف الفرق والتوليه وتفهم معاني القرآن، ما يجيبش القرآن الآيات التي في ظاهرها تكميل للنبي يستعملها في ذهن ابنك تنقيص للنبي. فهمت ازاي؟ وده اللي بيحصل. وتخشى الناس والله حق ان تخشاه. شوف ربنا بيلوم نبيك ازاي، يقول له فوق اوعى تخشى الناس. مين اخشى الخلق لله؟ شفت بقى؟ ويجيب له الآية على خلاف، مع ان تخشى الناس هنا تستحي من الناس أن تعلمهم أن زينب زوجة لك وهي ما زالت في عصمة زيد وقد أعلمتك ذلك، فكنت مستحي أن تعلم الناس قبل أن أعلمهم أنا، لأن ربنا أعلم نبيه وستنا زينب متزوجة زيد وهو اللي زوجها لزيد. بعد ما تزوجها زيد بمدة ربنا أعلمه في الوحي زينب دي هتبقى أم المؤمنين، هو عرف كده بس دي تحت عصمة رجل آخر، فما رضاش يخبر الناس عشان ما يفتنهمش، لحد ما زيد نفسه طلقها بنفسه وانقضت عدتها فربنا قال له زوجناك. يبقى تخشى الناس هنا تستحي من الناس وتخاف عليهم أن يفسد اعتقادهم فيك فخفت عليهم فتركت الأمر حتى أوضحه لهم. عشان كده بعدها بآية على طول عشان يزيد من ذهنك إن تخشى هنا بمعنى بتخاف من الناس، إن ربنا بيقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فاوعى تفتكر إن تخشى الناس هنا إن دي بمعنى الخشية الخوف، لا، الخشية هنا بمعنى الشفقة على الأمة حتى لا تسيء ظن في نبيها، فإذا ساءت الظن في نبيها كفرت. وانت عارف في الحديث لما جت ستنا صفية في اعتكافه في ليلة مظلمة وذهب حتى يوصلها إلى حجرتها في آخر المسجد، وكان في 2 من الأنصار حاولوا يخنسوا كده عشان النبي ما يشوفهمش إن هم شافوه ومعاه هذه المرأة، فقال على رسلكما إنها صفية. يبقى النبي كان يخاف إن الشيطان ينزغ في قلوب أمته في علاقتهم بيه. لابد تبقى علاقتك بالنبي أعلى علاقة ما فيهاش شبهة، أدنى شبهة. النبي كان حريص على هذا. وعلشان كده لما نزلت الآيات وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، هنا بمعنى تستحي من الناس، والله سبحانه وتعالى
أحق أن تخشاه، بمعنى الخشية هنا الخوف مع التعظيم. وعلشان كده الآيات بتبين بعضها ببعض، السياقات كلها بعد كده، ولا الذين إيه يبلغون رسالته ويخشونه ولا يخشون أحدا منهم. فالخشية لها بمعنى الحياء، والخشية بمعنى الخوف على الإنسان شفقة، والخشية بمعنى الخوف مع التعظيم. شوف ليها كم معنى في اللغة؟ يعني الخشية في اللغة معناها الخوف مع التعظيم أو الحياء. احنا بنستعملها في لغتنا حتى المصريين، ويمكن تستعملوها، تقول الولد ده يخاف ما يختشيش، مش كده؟ يعني ما يستحيش. يخاف ما يختشيش يعني ما يستحيش. يعني احنا ما زلنا بنستعمل الخشيه بمعنى الحياء. فاتساع اللغه هيخليك تزيل من ذهنك شبهه ان في اي ايه من الايات فيها شميمه انتقاص للحبيب. ده القران كله من اوله لاخره مدح في الحبيب، لكن انت اللي مش واخد بالك. وبالتالي علينا يا جماعه الخير ان احنا نخلي اللي بيحفظوا القرآن واللي بيقومونا في المساجد واللي بيعتلوا المنابر ناس بتوقر النبي، وعارفة النبي من حيث الروحانية، وعارفة النبي من حيث البشرية، وعارفة معاني الآيات بالطريقة التي تكون فيها تشريف النبي وتعظيمه وتوقيره. هم دول اللي يعلموا أولادنا، هم دول اللي يقومونا في المحاريب، وهم دول اللي يعتلوا المنابر، وهم دول اللي نستأمنهم على أولادنا. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ وكيف تكفرون بالله وانتم تتلى عليكم اياته وفيكم رسوله. شفت الشرطين؟ احنا قعدنا 100 سنه بنعلم العيال القران، فاهمين ان كده بنحفظ لهم دينهم، ونسينا نعلمهم النبي، فكفر من ولادنا الكثير. صح ولا لا؟ وياما ناس كتير قتلت مسلمين وهو حافظ القران حفظ متين. يحقر احدكم صلاته بجوار صلاته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. دليل انه ما يعرفوش النبي، لان قال من ضئدئ هذا من يخرج مع الدجال. ضئدئ اللي هو مين هذا؟ ده اللي هو دي الخويصره التميمي اللي قال للنبي اعدل فانك لم تعدل. ما عرفش مقام النبي، وما عرفش حكمه النبي في قسمه الغنائم، واتهم النبي في عدم العدل. يبقى قال لك في ناس هتيجي تقرا القرآن وتصلي وتصوم ما بتوقرنيش، وما تعرفش مقامي. فمن ضئدئ هذا من يخرج مع الدجال، اللي هم زي الوهابية. فهمت؟ فخد بالك الحكاية دي كلها احنا بنعاني منها، ودي بسبب فرقة المسلمين وبسبب ضعف المسلمين. عمر ما على فكرة أعداء الإسلام نالوا من المسلمين إلا بأيادي المسلمين، لأن هم يعني أخوف من أنهم يواجهونا بنفسهم. لكن هم بيدوروا على الجهلة فينا، يزودوهم جهالة وبعدين يطلقوهم علينا ويسلحوهم. دي طريقتهم طول عمرهم. فهمت بقى ازاي؟ فاحنا مش ربنا لا يقل عثرتنا الا لما نعود مرة اخرى اننا نحسن عقيدتنا في النبي، ونعرف مقامه الشريف، ونستمد منه مباشرة، ويبقى قلبنا كده مملوء بحب النبي. شوف اللي النبي في قلبه لا تمسه النار، اعرف دي كويس، لا تمسه النار فعلا. لكن احنا بقينا أمة دلوقتي الناس بتحب النبي بعقلها، لكن اللي بيحب النبي بقلبه قليل. لا، احنا عايزين كلنا بقى نحب النبي بقلبنا مش بعقلنا، لأن العقل بيحب بعلة، يعني علشان كذا بحبه. طالما انت بتعللها يبقى لو زالت العلة زال الحب. لا، احنا عايزين نوصل لحب بلا علة حتى لا يزول. انت لما تيجي تسأل الأم انت بتحب ابنك ليه؟ هتقول لك كده لأنه ما عرفش أكرهه. صح ولا لا؟ احنا عايزين نوصل لكده. بتحب النبي ليه؟ لأني ما عرفش أكرهه، ده أنا عايش بيه، ده أنا بتنفس بيه، ده أنا بتحرك بيه، كيف يغيب عني؟ لما توصل لكده هتموت مسلم، اطمئن. لما توصل للحب ده انت هتموت مسلم خلاص، حتى لو مش حافظ من القرآن إلا الفاتحة عشان تصلح صلاتك. لكن لو انت مش عارف المعنى ده، والله لو حافظ القرآن كله وبتقراه زي إذاعة القرآن الكريم كده بلا خطأ، وانت مش عارف المعنى ده، انت على خطر عظيم، لأن ما توفرش الشرطين. كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى لازم تغرز النبي في قلب كل أولادك وكل أحبابك وكل المسلمين،
إذا غرست النبي في قلب كل مسلم، سيبه بعد كده يعيش في أوروبا، في أمريكا، في وسط الشواذ، في وسط حانات الخمور، والله لا يمكن يفقد دينه. انتهينا. لكن أنت مسكين ربيت ابنك، حفظته القرآن وما عرفتوش المعاني دي، وبعدين سبته يروح أوروبا وأمريكا يتعلم، وبعدين ضاع مسكين، ضاع هناك، ضيعته. لأن اللي حفظوا القرآن ناس ما عندهمش نور القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينورنا بالقرآن. هم أولياء الله دول اللي احنا حاضرين في حضرتهم. ليه أولياء الله؟ عشان عرفوا النبي وعشان حبوا النبي بقلبهم. لما حبوا النبي بقلبهم تعلقوا به، فتخلقوا بأخلاقه، فصاروا أولياء، فصاروا أحياء حتى وهم أموات. لأن اللي يعرف النبي ما يموتش خلاص، اللي يعرف النبي والله ما يموت. وعشان كده الأولياء دول المدفونين أحيا مننا. اللي يعرف النبي ما بيموتش، صورته البشرية هي اللي بتموت بس، صورته، لكن حقيقته ما زالت حية. القرآن حتى بيقول لك إيه؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية دي غير الآية اللي في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. دي في معنى ودي في معنى. أنت بتفتكر الآية دي تكرار للآية دي؟ مفيش تكرار. الآية دي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن تشعرون. نازلة في مين؟ النازلة في اللي بيذكروا الله كثير واللي يعرفوا النبي كتير. الآيات السابقة كلها ما فيهاش قتال. فهمت؟ يبقى نازلة في الأولية. يبقى الآية دي أحياء ولكن لا تشعرون، دي نازلة في الأولية اللي هم عرفوا الله واستقاموا على شرع الله وصبروا على قضاء الله وقدره وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولم يغيب عنهم الله في كل لحظة وسلموا أمرهم لله. ده حال الأولية. يبقى اوعى تقول عليهم بقى إيه أموات ولكن أحياء ولكن لا تشعرون. إنما آية آل عمران نازلة في سياق القتال، قتال الأعداء. يبقى في حي لأنه ولي وفي حي لأنه شهيد معركة. فهمت؟ فدي آية بتتكلم على شهيد المعركة ودي بتتكلم على أولياء الله. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده مفيش تكرار. ما تفتكرش ان آية سورة البقرة دي تساوي آية ايه؟ آل عمران. لا، دي السياق غير السياق. فهمت؟ وبالتالي لازم نعرف ان الأولياء دول ليه أحياء وهم في قبورهم وما زلت تشعر بمددهم وانت وهم أموات، لأن الروح هي اللي بتمد وبتمد ما زالت وتمد غيرها. هو الجسد ما بيدش حاجة، ده الجسد أصلا مدد وحركته كلها بالروح. إذا انقطعت صلة الروح بالجسد خلاص بقى إيه؟ بقى جنازة، بقى جثة، بقى أمانة. هتدخله الأمانة إمتى؟ كأنك بدلة وخلعتها. فهمت؟ فطالما الأمر كله متعلق بالروح والروح لا يتعلق بها موت، يبقى دول أحياء. أحياء حقيقة، أحيا مننا. فهمت؟ المعاني دي كلها الحقيقة زالت عن الأمة، فانقطعت عن أوليائها وانقطعت عن نبيها وصار إيه؟ يقول لك اعمل تبقى زي سيدنا الحسين. يقول لك كده اعبد ربنا واجتهد تبقى زي سيدنا الحسين. غباوة. إزاي؟ هجيب أنا منين ريق النبي اللي كان فيه؟ هجيب منين حسين مني وأنا من حسين؟ هجيبها منين دي مهما لو عبدت الله في بطن الكعبة حتى؟ هجيب منين حب النبي وحضن النبي سيدنا الحسين؟ هجيب منين نطفة سيدنا الحسين اللي استقرت في ايه؟ في رحم أمنا فاطمة بضعة النبي. هتجيبه منين؟ لأنه لما ما عرفوش النبي ما عرفوش آل البيت ولا شرف آل البيت ولا كرامة آل البيت، واعتبروا إنه كلهم زي بعض. بقت كلها بقى زي بعض، يبقى إيه؟ تجرأ على الكل بقى. عشان كده اغتاب المسلمين وظلم المسلمين وظن فيهم السوء، لأنه ما يعرفش مقامات هؤلاء. لكن مين اللي عرف مقام المسلمين؟ الأولية. الأولية يقول لك التمس للناس الأعذار، اصبر على أذاهم. سيدنا محي الدين في حياته كان الناس تضربه بالحجارة ويسبوه. تلميذه يقول له ليه ما بتردش عليهم وتدعي عليهم؟ قال لهم لا، ده هم بيضربوا محي الدين اللي في ذهنهم مش أنا. هم فاهميني غلط، هم بيضربوا اللي في ذهنهم لكن مش بيضربوني أنا. شوف قد إيه بيلتمس العذر الخلاق حتى وهم بيكرهوه. دي حال الأولية كده. زي ما النبي قال إيه؟ إنهم يذمون مذمما
وأنا محمدا، نفس الكلام، وراثة نبوية. هم الأولياء كده، الأولياء طريقتهم ما يعرفوش يكرهوا، لأن النبي ما يعرفش يكره، لأن الرحمة ما تعرفش تكره. فهمت؟ فكل الحاجات دي كلها أولياء. عشان كده الولاية أساسها إنك أنت تعرف النبي، بس تعرف النبي يستقر في قلبك، خلاص بقيت من أولياء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير كما جمعنا في رحاب هذا المكان المبارك، وأن يحققنا بحقائق أهل الله والصالحين. وآسف أن أنا أطلت عليكم، وجزاكم الله خير، وربنا يبارك فيكم وفي زويكم وفي بلادكم، وأكرمكم الله وأكرم الله أئمة المسلمين وهداهم لحب النبي والتعلق بالنبي وتعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير.